لو انت في علاقة عاطفية بتأذيك جدا ومش عارف لا تبعد ولا عارف تقرب، اسمع مني يا ابني النصيحتين دول. اول حاجة، اختار نفسك دايما. مفيش حاجة اسمها ان هو مش بيكلمني او بعيد عني او بيعاقبني، ولما اجي انا اطلب بحقي بيعاند اكتر، فانا هسمع كلامه علشان بخاف من عناده. دايما لازم تقهر مخاوفك. ولو انت خايف اللي هو يتصرف معاك بطريقة فلانية، فانت تجبره يتصرف معاك بنفس الطريقة الفلانية، علشان تشوف ان مفيش حاجة، انت يعني خلاص اهو. ما متش، انا ما متش. فلو الموضوع وصل معاك للطريقه دي وبتتعامل مع شخص بيستفزك، فاستفزه انت كمان علشان تلاقي اقصى مرحله من الاستفزاز اللي ممكن هو يستفزها لك، فتلاقي نفسك ان انت اتاقلمت معاها عادي. لكن لو انت عايش على الخوف طول الوقت، هتعيش طول حياتك موجود في سجن. السجن ده انت كنت فاكر زمان ان هو دروع بتحميك، لكن دلوقتي بقى سجن ليك. تاني حاجة يا صديقي، وهي انك لازم تدي الفرصة ان انت تحدد وقت معين. انا هديه للشخص ده يكمل معايا فيه. لو جه الوقت المعين ده والشخص ما تظبطش معايا وما لباش احتياجاتي، انا همشي. بس الفرق هنا ان انت هتمشي وانت واثق من نفسك كويس. لان الثقة هنا انك اديت لنفسك مساحة من الوقت انك تعذره، وانك تتأقلم مع الوضع اللي هو بيحطك فيه وكل الكلام ده. وقت ما هتمشي هتحس انت مرتاح، مش هتبص وراك ثانية واحدة بس. على عكس ما تمشي غصب عنك، ساعتها هتفضل تبص وراك كل شوية لحد ما رقبتك تتلوح.